غالبا في جوازات بتفشل بسبب حماتك، امك. هتقول لي ازاي يا عم؟ ده هما بيحبوا لنا الخير وما ينفعش ام ولا حماتي يرفضونا كده ويعملوا مشاكل. لا طبعا، ما انت امك ولا تربيتك ولا تربيه حماتك، وحماتك ولا تربيتك ولا ترتيب بنتك. المهم ما علينا، الامهتين لو مفيش تفاهم بين الاتنين، مفيش مودة بين الاتنين، مفيش حب بين الاتنين، هتحصل مشاكل في الخطوبة وتحصل مشاكل في الجواز. هتقول لي يا عم احمد انت كذاب. يا عم ما علينا وخلينا في موضوعنا. انت غلطت فيا بس انا هوريك. دلوقتي لو حماتك ما بتحبكش ولا بتحب امك ولا بتحب تقعد معايا، وامك بتفضل تتكلم كتير، واي ست بتفضل تتكلم كتير وما تقولش كذاب. معايا. لو انت عملت مشكلة صغيرة او في الخطوبة، في الجواز، او في التقديم، او في الحاجات العفش والكلام ده، او في الذهب، او في العزومات، اي كلمة مش لادة عليها ده انا بتكلم عن حماتك، اي كلمة مش عاجباها منك انت، هل هتسكت؟ هتقول معلش عشان خاطر بنتي وعدي الليلة؟ لا والله ما هتعدي لك الليلة، وهتفضل تتكلم لغاية اما تتعب وتطلع عينك. دي حماتك ماشي. امال بقى امك بقى هتشوفها كده تتكلم وهتسكت؟ ما امك بتحب الكلام، صح ولا انا غلطان؟ هتروح دي الكوكي ودي الكوكي، يبقى الموضوع كده خلاص يا حبيبي فشل. طب احنا وصلنا الحب، حبينا وخطبنا وداخلين على الجواز، هنخش على الجواز. لو دي بتحب تتكلم كتير ودي مش لاقيه عليه الشخصيه اللي قدامها، معايا انت، وعايزه بنتها تتجوز واحد تاني مش عايزه تتجوزك انت، هتقول لي يا عم احمد هي اختارتني ليه من الاول؟ ما هو انا بقول لك اهو، ساعات في ستات بتوافق عشان خاطر ايه؟ اي مشكله كده نروح فاسخين الخطوبه ونتجوز الراجل اللي احنا عايزينه. مفيش كلام. في الجواز هتيجي بقى واحنا داخلين يعني كاتب الكتاب ونقول على العفش بقى مين اللي يجيب ومين اللي يجيب، هتقول لك هات وهات وهات وهات. يا حاجه ده مش تبعنا، ده مش تبعنا. ايه ده؟ انت مش عايز تجيب دي؟ هي خساره في بنتي، هي وي 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 وي. طبعا امك هتسكت وتقول خلاص كده عدوها. ده لو ست بتفهم وايديها فرطه هتجيب، مش هتقول حاجه. لكن ايديها مش فرطه، الحاجه دي مش تبعنا يا حاج يا حماتوا، الحاجه دي مش تبعنا، انتوا اللي حقكم تجيبوا الحاجه دي، وانتوا اللي حقكم تكتبوها في القايمه اللي انتوا كاتبينها، صح ولا انا غلطان؟ طبعا ممكن يحصل مشكله في الحاجه دي، صح ولا انا غلطان ولا ايه؟ ممكن الرجاله تخش تقول يا جماعه الموضوع عندي، وده ابوك يقول لك خلاص انا هجيبها. طبعا ابوك لو قال انا هجيبها الموال كبير قوي، الموال فيه طلاق امك وابوك. لا ازاي انا اتكلم يا جدع واقول دي الحاجه دي مش بتاعتنا وانت تتكلم وتقول هتجيبها؟ ده انت هتنام على السلم النهارده، ده انا هديك ابو شبشب ابو زنوبه، عارفينه ابو ورده ده، عارفينه؟ وتحصل مشكله، بدل ما تروح تتجوز عملت مشكله بين ابوك وبين امك. دي تاني حاجه يعني، ده تاني حاجه يعني، مؤاخذه في الكلمه يعني. في حاجات كتير لازما وانت بتحب لازما خد بقى هتقول لي اعملها ازاي؟ اقول لك ما اعرفش، هي بتيجي من عند ربنا، عشان تعرف ربنا هو اللي بيجمع. بس لما تيجي تحب حبيبتك غير الوصف بتاعك انت وغير الوصف بتاعها هي، لازما امها وحماتك حماتك وامك يحبوا بعض شويه شويه، وحماك وابوك يحبوا بعض شويه، واخواتك يحبوا الناس العيله اللي انت هتخشها شويه، عشان في كل اللي انا قلت عليه ده صدقني والله لو في واحد ما بيحبش شخص تاني صدقني هيحصل مشكله كبيره. هتقول لي ازاي؟ هتقول لي مش ازاي، الايام بينا وهتعرف. احلى مسا عليك.